السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة وصفات عيد الأضحى المبارك. اليوم حنشارك معكم طريقتي في تحضير مخ الخروف بطريقة بزاف مليحة وراح تجيكم بزاف بنينة ومتأكدة بلي إذا جربتوها ما كنتش راح تندموا عليها. تابعوا على فيديو حتى الاخر باش تديو الوصفة كاملة والطريقة كاملة. راح نبداو الوصفه تاعنا. بالنسبه للمكونات نحتاجو لهنا عصير زوج حبات طماطم حسب الكميه اللي حابين نتوما تحضروها. عندنا لهنا ثاني كميه من الفلفل الكحل وزوج سنات ثوم مرابين. بيان سور راح نحتاجو لهنا دبشه ولا قزبر كل واحد واش يستخدم. عندنا لهنا التوابل اللي هما الملح فلفل الكحل وشويه تاع البابريكا، تحبوا يكون حلو تحبوا يكون حار ما كانش مشكل. وبيان سور عندنا لهنا زوج عظمات نحتاجوهم بعدا. راح نبداو بالطريقه تاعنا. عندي لهنا في اناء ولا قدر طاوه راح نحطوا ماء يكون شويه دافي، راح نزيدو نضيفوا عليه مغرف تاع الخل، وراح نحطوا هذاك المخ في نص هذا الماء ونخليوه يرتاح حوالي 5 دقائق ولا 10 دقائق. من بعد كي نحيوه حتجينا سهله الطريقه في انه نحيو هذيك القشره والزوائد هذيك. البنات هذه هي وصفه بزاف بسيطه، وصفه راح تجيكم بزاف هايله. لهنا هذا هو المخ بعد ما خليناه يرتاح 5 دقائق ولا 10 دقائق راح يجينا بزاف سهل. شوفوا كيفاش تنحى معنا هذيك الزوائد والقشره بطريقه بزاف سهله. فوالا. ولهنا راح نبداو في طريقه التحضير. عندنا هذا الطاجين تاعنا تاع الفخار، كنت حطيت فيه شويه تاع الزيت وراح نزيد نحط فيه طماطم مصبره مغرف، وراح نضيف عليها هذاك الفلفل الحار والثوم ونزيد نضيف عليهم التوابل هذوك. لهنا في هذه المرحله راح نخلط هذه المقادير مع بعضها وراح نديهم فوق النار. بيان سور تكون النار شويه دليله ما تكونش زايده بزاف. راح نخليوهم يتقلاو مع بعضهم بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم الطريقه بزاف سهله والفيديو بزاف واضح، ما عليكم غير تجربوا هذه الوصفه هذه. اذا كنتم مازلتم محتفظين بالمخ تاعكم مازلتوا يعني مازلتوا ما حضرتوش بطريقه واحده اخرى. فوالا. هنا كنشوفوا بلي هذيك المكونات راهي تقلات مع بعضها. راح نضيفوا هذاك العصير تاع زوج حبات طماطم اللي كنت نعته لكم قبيل في المكونات، وراح نقفلوا عليهم ونخليوهم حتى يشوفوهم بلي راهم بداو يغلاو هكا. تشوفوهم بلي راهم بداو يغلاو راح نضيفوا هذاك مكعبات تاع السكر على جال باش ما تجيناش طماطم برك حامضه. وراح نزيدو نضيفوا عليهم نص كاس تاع الماء عادي، وراح نخليو هذه المقادير طيب مع بعضها حتى نشوفوا بلي راهي بدات تغلى كما هكا، بدات الطماطم تاعنا تنشف وطابت هذيك المكونات بكل. راح نضيفوا داك المخ بيان سور بعد ما نكونوا نحينا له هذوك الزوائد بكل القشره هذيك اللي تجي من فوق. كما نعت لكم في الطريقه في المرحله اللي فاتت. راح نقفلوا عليهم ونخليوهم يطيبوا في عقلهم. لهنا كتشوفوا بلي راهي بدات الطماطم هذيك تنشف، بدات تشوفوها بلي بدات تغلى كما هكا. زيدوا حطوا عليها هذوك زوج عظمات اللي كما قلت لكم قبيل، حطوهم عليهم ومن بعد نقفلوا هذا الاناء تاعنا الطاجين تاعنا هذا نقفلوه ونخليو العظام تاعنا يزيدوا يطيبوا وتكون المخ تاعنا واجد. فوالا البنات هذه هي النتيجه. لهنا راح نزينوهم بهذيك شويه تاع الدبشه اللي نعتها لكم في الاول. بيان سور التزيين يبقى اختياري، تحبوا ما تحطوش خلاص الدبشه ما كانش خلاص حتى مشكل. وفوالا البنات نكون وصلنا لفين تاع الفيديو. ان شاء الله تكون الوصفه هذه عجبتكم ولكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديو في القريب العاجل ان شاء الله. الى اللقاء.